انتقالات كسرت القلوب لما البطل يبقى خاين. لما اللعيب يسيب ناديه ويروح للغريم التقليدي الدنيا بتولع. في الفيديو ده هنرجعك لأقوى الانتقالات اللي هزت الكرة المصرية وقلبت الجمهور على بعض. زيزو دلوقتي حكايته شغلة الشارع المصري كله، يا ترى هيجدد للزمالك ولا خلاص وقع للاهلي؟ كلنا على نار وانا اول واحد مستني القرار. بس قبل ما نعرف مصيره تعالى بقى نرجع لورا شويه ونفتكر اغرب واعنف واكتر صفقات هزت الكره المصريه. النهارده هنتكلم عن صفقات حصلت بين الاهلي والزمالك وبين الزمالك والاهلي، خلت ناس تعيط، خلت ناس تبطل تشجع كوره، خلت ناس تكره لاعب كانت لسه من شويه بتهتف باسمه. النهارده بقى هنحكي عن لحظات وجع ولحظات حزن، بس مش بس كده، لا دي كمان لحظات إثارة وتشويق. فيلا بينا بقى ندخل على طول مع 19 لاعب انتقلوا من الأهلي للزمالك. وبالمناسبة في لعيبة انتقالاتهم للغريم التقليدي ما كانتش انتقالات عادية، لا دي انتقالات هزت الشارع المصري حرفيا، لدرجة ان كان في جماهير كانت بتشجع نادي راحت شجعت النادي التاني لمجرد ان اللعيبه دي انتقلت ليه. يلا بينا نبدا. رقم 1 جمال عبد الحميد. الاهلي رفضه وهو مصاب والزمالك امن بيه، ومن هنا اتولدت اسطوره جديده لنادي الزمالك اللي كانت شوكه لكل جمهور النادي الاهلي وبقى كابوس كل قمه. 2 ايمن شوقي، الهداف اللي عشقته مدرجات التالتة شمال، فجاه ظهر في 100 عقبه في صرخه خيانه سبقت اي كوره. 3 محمد عبد الجليل، مش مجرد انتقال، لا دي كانت قنبله انفجرت وقتها وجمهور الاهلي حس قد ايه انه فقد ابن من ابنائه. 4 حسام حسن، الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، فجأة قلب الوش ورفع ايده يحتفل بجون في مرمى الفريق اللي اتربى فيه طول عمره، لحظة كسرت فيها كل جماهير الاهلي. 5 ابراهيم حسن، هو وحسام دخلوا الزمالك بسيف الانتقام واعادوا كتابة التاريخ بسيناريو عكس كل اللي الناس اتعودت عليه. 6 احمد فيليكس، الهداف الغاني السريع، لما تحول لزملكاوي الناس ساعتها قالت دي مش كورة، لا دي خيانة كروية. 7 ابراهيم سعيد، الموهبة اللي تمشي على اعصاب كل الناس، يوم في الاهلي ويوم في الزمالك، وقصته دايما فيها غموض وحاجات كتيرة احنا ما نعرفش عنها حاجة، وكمان كانت مليانة مشاكل ولغط كبير جدا حوالين شخصية ابراهيم سعيد. 8 اسامة حسن، كان الرد قوي جدا من الزمالك لكن الرصاصة ما كانتش حي، الصفقة اللي ما كسرتش الدنيا وما عملتش اي حاجة زي ما كل الناس توقعت. 9 احمد مجدي، صفقة من تحت الرادار بس كانت بداية لتغيير جلد الزمالك، لعب دوره في صمت لكن كان دور مهم. 10 شريف اشرف، قصة تمرد ناشئ ودراما واختطاف كروية، الاهلي خسر قبل ما يبدأ والزمالك كسب الحرب قبل المعركة اصلا. 11 محمد عبد الله، دي بقى كانت صفقة امل، كان رايح يعيد اسمه من تاني بس الرياح ما جاتش زي ما كانت الجماهير عايزة. 12 هاني سعيد، كان مشروع نجم في الاهلي وفي الزمالك لقى نفسه من تاني، جمهور الفريقين لحد النهارده متقاسم عليه هو اهلاوي ولا زملكاوي. 13 حسن مصطفى، لما الزمالك خطف لاعب كان قلب الاهلي في نص الملعب، ساعتها الجمهور عرف ان الحرب بدأت بجد. 14 حسين ياسر المحمدي، الموهبة القطرية اللي الاهلي اضاءها بس الزمالك هو اللي خلاها نار تحرق الخصوم. 15 عصام الحضري، الهروب الكبير، الحارس التاريخي داخل الزمالك وسط زلزال والشارع الرياضي ساعتها اتحول فعلا لساحة معركة. 16 احمد حسن، الصقر، طرم الاهلي وهبط في 100 عقبة، نفس الشراسة نفس الروح لكن الجمهور ما تقبلش الموضوع خالص. 17 عبد الله السعيد، الصفقة اللي حصلت في الضلمة ولما النور اتسلط عليها كانت الفضايح والعقوبات وحاجات كتير جدا عنوان المرحلة. 18 احمد حمدي، ما عملش دوشة كتير لكن خطوته كانت بداية هروب جماعي لدكة بدلاء النادي الاهلي. 19 ناصر ماهر، كان الحلم اللي ما جاش وقته في الاهلي فراح الزمالك عشان يثبت ان النجوم بتلمع في اي لون، يا ترى هيثبت ده ولا لا؟ لسه بنشوف. ودلوقتي بقى ندخل على طول على وجع جمهور الزمالك اللي عايش دلوقتي اسوأ مراحله الكرويه بعد انتقال امام عاشور وبن شرقي وفي الطريق زيزو. بجد حاجه صعبه جدا، اصعب حاجه في كره القدم ان النهارده تكون بتهتف باسم لاعب فجاه وبكره تلاقيه بيلعب قصادك، لا مش بس كده
ده بيجيب فيك جون يخسرك بطوله. فاليك يا عزيزي 13 لاعب لعبوا في الزمالك ثم بعد ذلك انتقلوا للنادي الاهلي. 1. رضا عبد العال، ده اول زلزال حصل في تاريخ الانتقالات حرفيا، اغلى صفقه وقتها، والزمالك خسر قلب وسط مبدع بمعنى كلمه، والاهلي كسب لاعب قلب الطاوله في كل قمه. 2. مجدي طلبه، مدافع صلب، ساب الزمالك وراح للمنافس. الجمهور الابيض ساعتها حس ان الدفاع بتاعه بقى مكشوف وبدون اي مجامله، ومجدي طلبه كان مدافع قوي جدا جدا. 3. اسلام الشاطر، صفقه سريعه بس الوجع طويل، لما الاهلي كسبه والزمالك عرف انه خسر فعلا، جناح طاير. 4. نادر السيد، حارس خبره، الزمالك رماه والاهلي فتح له بابه، الصفقه دي كانت رد اعتبار ليه وصفعه للقلعه البيضاء. 5. طارق السعيد، من ابرز لاعبي الزمالك وفجاه قلب عليهم، صفقه باكت ناس كتير جدا ولسه اسمه بيجيب حساسيه لحد دلوقتي. 6. محمد صديق، المدافع الهادي بس انتقاله كان عالي الصوت، الاهلي استفاد والزمالك اتوجع. 7. المعتز بالله اينو، قصه تمرد وكسر عقده، مشجعين الزمالك شافوه خاين والاهلي شاف في موهبه متميزه. 8. هاني العجيزي، ما خدش فرصته في الزمالك، الاهلي استقبله بس برضه ما لمعش، بس برضه هتفضل صفقه انتقال مباشره والجمهور ما بينساش. 9. صبري رحيل، الجناح اللي اختفى في الزمالك وظهر في الاهلي، الصفقه دي فتحت كلام كتير جدا عن اداره الزمالك وقتها. 10. مؤمن زكريا، الموهبه اللي سابت الابيض عشان تلمع بالاحمر، واحد من انجح الانتقالات فنيا ووجع لجماهير الزمالك فنيا وانسانيا. 11. محمود كهربا، قصه مجنونه من اولها لاخرها، هرب، احترف، رجع، راح الاهلي وسجل في الزمالك، صفقه وجعت ولسه بتوجع. 12. امام عاشور، رمز الجيل الجديد للزمالك، فجاه لقيناه بيحتفل بالاحمر، القصه دي كانت طعنه الجمهور الابيض اللي كان شايف فيه روح النادي، خصوصا انه من صغره زملكاوي. 13. اشرف بن شرقي، بين قلبهم، بين عشقهم، بين حاجات كتير جدا لجماهير الابيض، فجاه بيلبس تيشيرت النادي الاهلي، الجمهور مصدوم والزمالك خسر واحد من احسن اجانبه، وتقريبا تاريخ الزمالك كله اتمسح مع انتقال اشرف بن شرقي للنادي الاهلي. واخيرا احمد سيد زيزو، هنا بقى هنحط فول ستوب وهنستنى نشوف ايه اللي هيحصل. الانتقالات دي مش مجرد ان لاعب انتقل من لاعب لنادي وخلاص، لا دي حكايات، ذكريات، صدمه، حزن، فرح، وفي نفس الوقت وجع وانتماء، واحنا بقى كمشجعين بنعيش ده في كل لحظه، ومع كل لاعب بنسمع ان هو هينتقل للغريم التقليدي. النهارده بقى زيزو في الصوره ومحدش عارف النهايه هتكون فين، بس بقى اللي احنا متاكدين منه ان الكره دي مش مجرد لعبه وخلاص، لا دي حاجه بتعيش جوانا منذ الصغر، حاجه بنحبها، حاجه بتكبر معانا، حكايه وطن بجد، حكايه انتماء وعشق اللعبه منذ الصغر. بس اهم حاجه لازم تعملها دلوقتي انك تشوف الحلقه اللي فاتت، لان حلقه مهمه جدا بتقول لك الاربع مدربين اللي هيجوا بعد كولر، لان كولر غالبا ماشي. وكمان لازم تشوف الحلقه اللي قبلها عشان تعرف سر انهيار الاهلي مع كولر، ايه الاسباب وكل حاجه وكل التفاصيل. ودلوقتي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، وقول لنا في التعليقات ايه اكتر صفقه وجعتك، ويا ترى شايف زيزو رايح فين، الزمالك ولا الاهلي؟ استنونا بقى الحلقه الجايه عشان احنا اليومين دول بنقدم حاجات عظمه وبنغطي كل حاجه. سلام.